بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ حلقة اليوم من برنامجنا الشبشب والكاميرا مع الجزء الثالث مع النجم الفنان الكبير اللاعب الخطير خالد الباد شيكابالا الزملكاوي، والنجم الأهلاوي أحمد خليفة الأهلاوي. مش عارفين نقول له ايه، النجم أحمد حسن ولا النجم بيبو اللي راح على زمن زمان. هنتكلم اليوم في برنامج الحلقة النهاردة عن ماتش اليوم الاهلي وسموحه والزمالك والاتحاد. ما رايك يا كابتن خالد في ماتش النهارده؟ انا بصراحه ما شفتهمش. بصراحه ما شفتوش. ماشي ما شفتوش، بس علق على الماتش. علق ازاي انا ما شفتوش؟ ما اعرفش. ماشي، نتكلم يعني حاجات مؤقتا يعني عن قله الادب فرقه الزمالك واللاعيبه والجمهور. قله الادب لا، هو الجمهور لا، عشان الواحد من الجمهور والمدرب ورئيس اداره النادي الزمالك كمان بالمره، ان هم مش قادرين يتحكموا في الفريق. ومش عارف اقول لك ايه يعني، بصراحه اسب لهم ولا انعلهم ولا ايه، بصراحه مش فاهم. وضح لنا انت نقطه شعورك لنادي الزمالك انك زملكاوي. انا اقول لك اللي فيها شيكابالا هو الزمالك، والزمالك هو شيكابالا. سيبك بقى الكاميرا لو سمحت يا كابتن عشان تتنا في البرنامج. بقول لك شيكابالا هو الزمالك، والزمالك هو شيكابالا. وسيبك بقى من ابراهيم وسيبك من حسام. بس يا كابتن ان حسام وابراهيم كان اصلهم جايين منين الاول؟ ماشي، اصلهم اهلاوي، كانوا اهلاويه يعني. قله الادب بتاعتهم دي ما تنفعش ان هم يعملوها مع الاهلي كبيتهم من قديم يعني، اللي رباهم وكبرهم يعني في الفريق. ماشي، بس هم انت بتقول عليهم قلة الادب واسلوبهم وحش وكل حاجه، بس هم طالعين من الاهلي واصلهم اهلاويه، فاهم؟ اصلهم اهلاويه، صح ولا لا؟ ننتقل الى الكابتن الثاني احمد. اتكلم يا كابتن. في نقطه انا عايز اوضحها يعني. وشك للكاميرا يا كابتن، والشبشب كمان وشه هم اهلاويه وكل حاجه، بس مش كل اللاعيبه بتوع الاهلي قلالات الادب. يعني انا عندي لعيبه الاهلي دلوقتي 2011 ومن 2006 وقبل كده لعيبه ما شاء الله كانوا محترمين جدا. عندي صوتك يا كابتن. وفيهم الاستاذ وائل جمعه اللاعب الكبير، ولكن ابراهيم حسن وحسام حسن هم مش قلالات الادب، بس عندهم نقطه تعصب شويه. هم التعصب ده هو دايما في اللعب. يعني زي النهارده في الماتش النهارده بيعترض على اي فاول يديه الحكم، وده ما ينفعش. الحكم له الحريه انه يدي الفاولات ويعمل اي حاجه، لانه هو كابتن. ما رايك في اليوم باعتراض الكابتن شيكابالا على الحكم؟ ماشي بيشاور بايديه كده على الحكم، والحكم اعطاله كارت احمر وبيعترض بردك، وعمال يقل ادبه على الفريق الثاني والجمهور وعمال يشتم. بصراحه ده ما ينفعش، بس ممكن الاستاذ شيكابالا ولا حاجه في الماتش هو جاله نقطه تعصب ولا حاجه، في مثلا اتنرفز، ما تعرفش برضه. بس برضك ما ينفعش اللي هو بيعمله ده يعني. طب والكابتن حسام لما كان واقف مع الحكم بيعترض على الحكم، عمال يشاور بايديه للجمهور للنزول الى الملعب. لا ده عايز ياخد بقى بالجزمه على دماغه، يعني ما ينفعش. رد انت يا كابتن خالد. رد على ايه؟ رد على الكلام اللي قاله الكابتن احمد. ما كنتش معاك في الموضوع اساسا، انت كنت بتتكلم في ايه؟ اما انت جاي البرنامج ليه يا كابتن؟ اما انت جاي البرنامج ليه يا كابتن؟ انا مش عارف معاكم، ايه المشكله؟ جاي تقعد معانا. وحشتوني ما جيت معاكم. البرنامج انتهى يا جماعه حلقه اليوم، لان الكابتن اليوم ما اتفرجش على الماتش ومش قادر يعلق على الماتش. علق ازاي؟ الى اللقاء في الماتش القادم في نهايه الدوري، واقول لكم مع السلامه يا كابتن خالد الباز بالشبشب وبالجزمه على دماغ شيكابالا. لا مع